هني حق موضوع اثار الراي العام في الكويت اللي هو الرواتب الاستثنائيه. ليش 33 شخص قيادي سابق من بدء آلاف الموظفين الكويتيين او مئات الالاف الموظفين الكويتيين يتقاضى راتب استثنائي؟ على اي معيار وعلى اي اساس؟ كانت تخصصاتهم نادره، اخترعوا شيء، ادوا شيء، ونعم باللي اده. ولكن النائب مهند الساير اللي اقترح بإلغاء المادة 80 اللي على أساسها قاعد يتقاضون هذه الرواتب الاستثنائية. أنا أوجه لك أيضا رسالة، ابحث شوية في تاريخهم، شوف تاريخهم، شوف التجاوزات اللي عندهم اللي كانت هدر في المال العام، شوف شنو سووا. بدال لا يتعاقب المتجاوز منهم تكافونهم يا أعضاء مجلس الأمة، بحثوا بتاريخهم. نتمنى أن أي شخص تقاضى راتب ما يستحقه يرجع لخزينة الدولة. والمقترح النيابي بإلغاء المادة 80 من قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية اللي يختص بالرواتب الاستثنائية راح نتابعه، وراح نشوف آلية وصوله وين في اللجان حتى وصوله لجدول أعمال مجلس الأمة والتصويت عليه نداء بالاسم. ما احنا ضد أن القيادي الكفء اللي خدم ديرته أنه ياخذ راتب استثنائي، ولكن احنا ضد من كان عاله على المؤسسة والوزارة والمجلس أنه يتقاضى راتب استثنائي.